السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الكنافة بالمهلبية والمكسرات، حاجة كده في منتهى الجمال، هتطلع معاكي مقرمشة والعسل مظبوط، وطبعا خطوات بسيطة جدا جدا هتطلع معاكي احلى من الجاهزة 100 مرة زي ما انتوا شايفين. اول حاجة كده هنعمل عسل، معايا كوباية ونص من السكر، طبعا انا هعمل نص كيلو من القطايف، فكوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية، هرفعهم على النار بدون تقليب. بعد 5 دقايق هعصر نص عصرة ليمونة واحط نص معلقة فانيليا، وهقفل طبعا النار عليها واسيبها لحد ما تبرد. تاني حاجة طبعا هعملها المهلبية، معايا كوب من الحليب ومعلقة ونص من النشا، وهقلبهم على البارد، وبعد كده هرفعهم على النار دقيقتين بس على النار. هتلاقي الخليط طبعا اتجمد معاكي شوية، هتطفي على النار، ما تسيبوش اما يجمد اكتر من كده عشان ما يبقاش ناشف معاكي. وهنركنه على جنب، وهنروح طبعا نحشي القطايف بعد ما خلصنا العسل والمهلبيه. هاخد طبعا شويه من المهلبيه، وهجيب هنا فول سوداني محمص وجنزب وزبيب، وطبعا جوز الهند والمكسرات اللي انت حباها حطيها مع المهلبيه. ده طبعا القطايف بتاعتي هتجيبيها، هتقفلي طبعا الجزء اللي تحت بالطريقه اللي انت شايفاها على الطرف الابيض، وهتاخدي بالمعلقه الصغيره الخليط وهتركني جنبك اهو. هنقفل الجزء اللي قدام كده وهنسيب الحتة دي مفتوحة، وبالمعلقة واقفل طبعا القطايف معايا. بأسهل يعني طريقة اسهل من كده مفيش، وهتقفليها لحد الاخر. اهم حاجة تقفلي جامد عشان الخليط ما ينزلش معاكي في الزيت. طبعا هتمليها بالحشو اللي انت عايزاه مع المهلبية والمكسرات اللي انت بتحبيها. وبعد ما بتخلصي خالص، طبعا انا عملت ربع وشوية كده، بعد الفطار هعمل ربع عشان احنا بنحبها سخنة. طبعا زيت، انا بحب اعمل اقلي في طاسه صغيره من الزيت واملاها زيت غزير، يعني حاجه صغيره خالص اهي، وملياها زيت عشان تحمر من كل الجوانب وتبقى معايا مقرمشه. الخطوه دي مهمه، ان انت لما تحطي القطايف ولا اي حاجه بتقليها من الحلويات في زيت، تحطيها في العسل على جنب واحد، مش تغطسيها جنبه، وترفعي كده على طول وتقلبيها في الطبق التقديم على الجنب التاني، بحيث ان العسل ينزل، ما يبقاش كده عسل غزير معاك وتاكلي والعسل يبهدل الدنيا. لا، هي هتبقى معاكي بالشكل ده وبتشرب معاكي عسل من كل النواحي. وطبعا المهلبيه ما فتحتش معايا، بص لما بتقطمي المهلبيه بتبقى عامله ازاي، ورشه جوز الهند كده للتقديم. وبكده طبعا وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، حطوا لايك واشتركوا لي في القناه.